فين كل ده؟ ايه؟ هو انت فين كل ده؟ هو انا مش برن عليك؟ وبعد ايه ده يعني؟ انا هقعد جنبك بالمنظر ده؟ ذوق فلاحه قوي بجد. ايه القرف ده؟ على فكره ما فيهاش اي حاجه. على فكره انا دافع حقها كامل. بكام دي؟ 500 جنيه؟ لا دي بكام يا صاحبي؟ هي مش بالفلوس عموما اصلا. لا بالفلوس. باللي لابسه مش لا بالفلوس. لا ما بقاش انا جايبه فستان ب 3000 جنيه ايجار وهو يجيب لي بدله ب 200 جنيه. لا مش 3000 جنيه بس وحش عادي مش شرط. ممكن فستان ب 500 جنيه بس يبقى حلو. هو انت كل حياتك هتفضل في الرخص كده؟ هعمل ايه؟ طب ما انا معيش فلوس، ما انت عارفه مش مشكلتي بقى، ما كنتش تيجي تخطبني وكنا نخلص كده. يا بنت رخصي انا شاريها منه يا صاحبي، انا مش شاريها منك صح؟ ماشي يعني اختار بقى يعني حاجه تليق بيا، مش بالمنظر الفلاح اللي انت جايبه ده. ايوه انا شايف ان ما فيهاش حاجه. هو كل حاجه عليه بتبقى وحشه وشكلها قرف بجد، قرف. خطبت لي بقى من الاول. خلاص يا صاحبي خلاص، ينفع كده تجيب لنا الكلام؟ ما لازم اجيب لك الكلام بمنظرك ده. يلا نمشي. بص شكلك عامل ازاي اصلا. بقول لك ايه يا شهد، انا بجد ما عادش عايزه اكمل معاك، ودبلتك تعالى خدها النهارده تمام؟ بلا خطوبه بلا قرف، لان انت بني ادم اصلا ما يتعش معاك. طب انا اسف يا صاحبي والله. يا باشا اللي انت عايزه على دماغك. خد اللي انت عايزه برضه من لا يا عم خلاص هي باظت. لا ازاي؟ هي خطوبه باظت. بص الواحده مش مقدراك يبقى خلاص يعني الموضوع مش محتاج، فاهمني؟ خلاص هو الموضوع مش مستاهل بقى. ما كانتش عملت كده. خلاص يا صاحبي انا اسف والله. شوف اللي انت عايزه، لو عايزها خدها من غير اي حاجه خالص والله العظيم اعتبر حسابها وسط. يا عم اتكلم بجد يا عم خلاص هي باظت اصلا. حبيبي يا صاحبي ما تحرمش منك، انا اسف والله لو كنت عملت لك ازعاج هنا. انا اسف، شكرا ان انت وقفت جنبي يا عم والله. والله العظيم في اي وقت لو احتجت اي حاجه ثانيه انا موجود. انت اسمك يا صاحبي؟ ماشي يا يحيى. حبيبي يا يحيى. اسمي شهاب. ماشي يا يحيى. انا من هنا من المنصوره. ماشي. روق يعني وسهله ما فيهاش حاجه. بسيطه يعني. هات فلوس التاكسي اللي انت خدتها مني. ايه؟ فلوس التاكسي اللي انت خدتها مني. انت بتضحكي ليه؟ خلاص قول له بقى عشان هو شارب الوقت. عايز اقول لك ان كل ده كنا بنصور اصلا. يا حبيبي معانا في العمل. اسفه والله بجد. كاميرا هناك يا يحيى. والله يا يحيى انا بشكرك على ردة الفعل الجميله اللي انت رديتها وانك وقفت جنبي في العمل. لا يا عم واحد بقى يعني احنا واقف. انا اسف لو كنت صورت بدون علمك. اللي صورناه ده نزيعه. لا عادي ولا يهمك عادي. خلاص يا عم قول للناس عنوانك علشان الناس اللي بتتفرج علينا تجيلك. طيب شارع النخله قدام عصيرة رشا. محل اسمه ايه؟ رخصتوه. يا جدعان تعالوا رزقوا الراجل ده محترم، عنده حاجات جميله جدا. حاجات حلوه قوي بجد. والله حاجته جميله. انا هتحفه. ماشي يا قلبي مش محتاج اي حاجه. تسلم يا عم. فرصه سعيده. السلام عليكم.